كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدناء إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة النبية الثانية، وارفعوا إلى الخليل إبراهيم عليه السلام، أمسك عنه الشارع وأباه. عطر اللهم قبره الكريم اللهم صل وسلم اللهم قبره الكريم بعرف جديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه، فأعظم به من عقد تألفت كواكب الدرية، كيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى، نسب تحسب العلا بحلاه، قلدت نجما الجوزاء، حبذا عقد سدد، أنت في اليتيمة العصماء، وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه، حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا، تركوا السفاح فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبي وأمي، سرى نور النبوة في أسارير غررهم الباهية، وبدا بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. عطر اللهم قبره الكريم بعرف جديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، واخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه، ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب نسيم صباه، وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حللا سندسية، وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه، ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كزحمية، وابشرت الجن بإضلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الربانية، ولاج
بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه. وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك حملت بسيد العالمين خير البرية واسميه إذا وضعته محمدا